السلام عليكم بنات كدايرين لاباس عليكم كلشي مزيان عائلة ديالكم بنات ولاد نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كاع الناس اللي كتبعني ان شاء الله تكونوا ان شاء الله بصحة جيدة يا ربي واموركم لاباس وصحتكم مزيانة هادشي كاين. المهم لقيتوني هذا النهار هذا مشيت للدونتيست طاحت ليا عاوتاني واحد الضرسة صافي مشيت للطبيب ديجا كنت عمرتها ورجع طاح ليا واحد الطرف وعاود ثاني مشيت رجعت للطبيب ورجع قادها بدات السبت اللي فات بكا كناكل وهي كناكل غير في الشفنش وهي طيح ليا نص تاع الضرسه ديالي صافي قررت بانني خصها تفيكسا ومشيت البارح قادتها ماشي قادت معها غير خدمها الدونتيس وداكشي بردها وهادشي اللي كاين. والمهم دوز نهاري زوين فاش مع الطبيب وتمشيت شويه رجعت على رجليا جيت للدار. المهم كان نهار زويون بزاف الطبيب ما كانش عنده زحام بزاف مشيت لقيت الناس كلشي تقريبا دازو وهادشي اللي كاين لقيت انا الاخرى وصافي ايام تشبه بعضها البعض. ايوا نتوما تعاودوا كلشي بخير اموركم لاباس باقي عندكم شي صاد ولا لا؟ احنا باقي عندنا الصاد الله يرحمنا بجوج يا ربي والله الا محتاجين الشتاء بعدا حنا عندنا الصاد بحال يلاه شهر 8. ايوا هادشي اللي كاين ما عرفت ما نقول لكم بصراحه. قلت نشارك معكم هاد الفيديوهات ديجا هو هاد الفيديوهات راه انا مونطيتهم فهمتي كنت حطيتهم عندي في الباج واش الاخر. صافي هادشي اللي كاين. قولي لي كيف جاني الفولار مثلا لبست لك شي واحد تفولار في البيض قولي واش جاتني زينه ولا لا. انا وجاني الحجاب دعوا معايا قولوا لي الله يهديك وندير الحجاب مره ما نبقاش نعري شعري. دابا انا على مشكلتي كي نخرج زنقه كندير فولر ولكن في الدار كنبقى معريه شعري يعني دايره بحال دوك العيال الكبار اللي كيبقاو في الدار دايرين العكفه بحال هكاك انا في الدار. ايوا هادشي اللي كاين. البنات راه هاد الايامات راني كندير شهيوات معها وكنحط ليكم باقي ما ساليتش باش نمونطي ليكم باش ان شاء الله نبقى نحطهم لكم فلاشين وما تنساونيش دعموني وبارطاجيو القناه ديالي وباش هكا الناس يتعرفوا عليا ونتمنى دائما نكون خفيفه ظريفه عليكم ولا يحشمنا يا ربي ويخلينا زعما بالوجه باش شفتوني باش نبقى يا ربي ما نتبدلش ولا يسهل علينا وعليكم. ماشي الواحد اللي يقدر يقول الله يعطيكم بصحيحتكم ويعطيني حتى انا صحيحتي وهادشي اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كانت كتسولني كيبقات ليا رجلي الحمد لله شويه باقا رجلي تعطيني الصداع شويه ولكن الحمد لله انه وليت كنوقف اللهم لك الحمد. كما نقولوا ازمه ودازت واخا كانت دازت عليا مي الحمد لله المؤمن مصاب. دابا مره كندير لها الترويض باقا كضرني شويه ولكن ما عندنا ما نديرو غير الصبر وصافي كلشي كيدوز كيبقى غير يتعاود الحمد لله اللهم لك الحمد. وراه هادشي اللي كاين. وشوفوا البنات حكا قولوا لي بالنسبه للناس اللي عندهم ليكيس البنات كتبوا لي فين وصلتوا في العلاج شنو درتوا عافاكم واش كاين الا مشيتوا عند شي طبيب زوين قولوا لي راه مشينا وشنو قال لكم عافاكم تواصلوا معايا باش حتى انا بغيت نمشي ندوز ولكن باقا ما عرفتش من طبيب خصني نمشي عنده الصراحه ما بقيتش مشيت حتى شي طبيب قلت يلا باش نراقب نشوف داكشي فين وصل. كنتمنى نمشي لشي طبيب يقول لي ما بقى عندك والو. وحق الله دابا انا ما كنتعصب اللي كيضروني مي عادي ما بقيتش كنحس بيهم اللهم لك الحمد. الله يجيب العفو يا سيدي ربي الحبيب الله يجيب العفو والله يشافيكم البنات كاع اللي مرض الله يشافيكم ويعافيكم ان شاء الله وتفرحوني وتقولوا لي راكم تشافيتوا باذن الله تعالى. والله الا بزاف الناس كانوا كيسولوا فيا سمحوا لي لما كنسولش فيكم وما كنعيطش ليكم راه النماري ديالكم ما بقاوش عندي طاح ليا تليفوني في الماء بصراحه ما بقات عندي حتى رقم وحتى رقمي بدلته
خاصني الصراحة تفكّر، خاصني نرجعو باش إلا سولتو فيا نجاوبكم، وهادشي اللي كاين وراكم أعزاز وغاليين كنعتبركم عائلتي التانية زعما يعني بصراحة ديما كنقرا لي كومونتير ديالكم كتقولوا فيا كلام طيب، شكرًا بزاف، هدا من الأخلاق ديالكم ومن تربيتكم، وهادشي اللي كاين فوالا تهلاو ليا في راسكم حبيباتي. وما نساوش حتى الرجال المساكن اللي كيتبعوني، شكرا بزاف اللي كتبارطاجيو الفيديو ديالي وكتخليو كلام مزيان الله يرضي عليكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم، سمحوا لي ما كنجبدكمش، كنبقى نقول غير البنات غير البنات، الصراحه راه كيتفرجوا فيا حتى الرجال ووالدينا، هادشي اللي كاين. نقول لكم دوزو بخير وتهلاو ليا في راسكم، بصراحه جاني الناس كنفيق مست. البنات حقا ما تنساوش صلاة الفجر، والله الا صليتوها تلقاو الراحه، كي تلقاو واحد التغيير في حياتكم حاولوا تبقاو تصليو الفجر، راه مهم صلاة الفجر، ماشي تبقاو سهرانين حتى الليل وتنعسوا وتسمعوا الفجر وما تنوضوش ليه. حاولوا تنوضوا تصليو الفجر وتشوفوا حياتكم غتبدل، غتوليو وحدين اخرين، والله العلي العظيم لا تحسوا بالراحه، الراحه ديال بصح اللي غتوليو تحسوا بها ملي غتصليو الفجر وديروا الدعاء ديال الصباح والدعاء تاع المساء، وان شاء الله غيسهل عليكم الله عليا وعليكم، ما تنسونيش حتى انا من الدعاء صافي. باش اللي شاف الفيديو ديالي ديما يدعى معايا براحة البال والسترة من الله سبحانه وتعالى، يطلب السترة والصحيحة يا ربي والرزق، هادشي اللي كاين. وصراحة الفيديو راه بان ليا طويل ما بغاش يسالي، وانا ما بقيت عارفه ما نقول لكم، جودوا معايا شي موضوع. المشكله ديالي دابا انا بغيت نمونطي من فوق من لي فيديو باش ما تسمعوش كنت كنقول، وما بقيت عرفت ما نقول لكم بصراحه. ايوا نقول لكم شي وصفه دخلوا عندي حق الانستغرام دايره عائشه حفيدي 7، والتيك توك دايره عائشه، ديروا بيست ولا ديروا كوكينغ عيشه، وكوكينغ بالفرنسي يعني بالانجلي وصافي، وغتلقاوني تلقاو الباج ديالي نفس التصويره اللي دايره لكم دايره هنايا صافي. هو الفيديو ما بغاش يسالي وانا تسالات ليا الهضره. شكون اللي بحالي كاين اختي اللي ما يتقاداش، انا ما خليت ما قلت ما بغيتش يتسالى هذا الشيء. وقيله حيت كنزرف في الهضره خصني نتعاقل السينتا ونخلي داكشي دايز خليه. نقول لكم واحد الغوسيت تاع لاصوب، شوفوا شدوا واحد البورو ولا بصله شحروها مع معلقه ديال الزبده البزار الملحه بطاطا حلوه جوج وثلاثه البطاطات عاديين، نقوهم ما طيب شحروهم مزيان زيدوا الماء طيب، من بعد طحنوهم بكاس الكريمه ولا 2 كيسان الحليب. هاد لاصوب راه كتجي لذيذه بواحد الطريقه ما تصوروش. التوابل ديروا البطاطا ما تتبعيش الملح ديالها، يعني شويه الملح وشويه شويه البزار والملح عادي فهمتوا، او من تجربوها قولوا لي كيفاش جاتكم هاد الشوربه، راه كتجي زوينه، كيكون عندكم الضياف ديروها حتى نتوما، بصراحه كتجي لذيذه بزاف. وسالين هاد المقادير ديال الشوربه، نشوفوا لكم شي شوربه نشوفوا لكم شي حاجه اخرى. ايوا صافي تقادت لي الهضره ما عرفت نقول لكم. نعطيكم ماسك الوجه، شوفوا البنات ديروا الحلبه اللي فيها الكلف، ديال الحلبه طحنوها مع صفرة البيض والعسل الحار شويه، كتضربوهم مع بعضياتهم وتخليهم واحد 10 دقائق يرتاحوا وتطبخوهم على وجه ديالكم بالليل. راه زوينه مع المداومه، كتحيد الناس اللي عندهم داك الكلف في الوجه. هاد الوصفه انا نيت بغيت نديرها وجربوها نتوما، انا قالت لي واحد السيده ديما كديرها، ودابا قلنا هادشي ما بغاش يسالى، قلنا نديرو معاكم هذيك الوصفه. ما فهمتش هاد الشي راه طول بلا قياس ما بغاش يسالي. وشنو ثاني اخر، واللي مريض بالبرد دابا الايام تاع البرد شدوا نص لتر الحليب حكوا فيه لفته بيضه، ايوا وديروا ديك اللفته تفيض مع الحليب
وفاش يفيض صفيوه وزيدوا فيه سكينجبير عادي ولا طري اللي عندكم، ولا طري ديروه في الاول يغلي معاه، ولا هذاك البودر ديروه حتى تصفيوه، صافي وشربوه ونعسوا، غتبقاو تكحبوا كاع داك البرد اللي فيكم غيخرج. وصافي وغادي ندعاو معايا حتى هذه وصفه رائعه الناس اللي عندهم البرد وداكشي. بغيتو تحلوها ديروا العسل الحر صافي. وهادشي اللي كاين. انا درتكم بزاف الوصفات في هذا الفيديو، ما تسونيش من الدعاء. شنو ثاني اخر بغيتي نفكر لكم شي حاجه نقولها لكم واحده اخرى؟ بقاو تستغفروا، الاستغفار